علاء، انسى باسم بتاع المسلسلات واليميش خالص. أنا السنة دي داخل رمضان دبابة. يا ستار يا رب، دبابة مرة واحدة؟ قول لي يا سيدي، ناوي على إيه؟ بص يا عم علاء، أنا عملت جدول هختم القرآن 30 مرة، يعني كل يوم ختمة، وهقرأ تفسير ابن كثير، وهخلص صحيح البخاري ومسلم، وهصلي التراويح والتهجد في المسجد من أول ليلة لآخر ليلة. مفيش وقت للراحة نهائيا. 30 ختمة والبخاري ومسلم كمان؟ ده انت ناوي تفتح دار إفتاء على العيد يا باسم. بطل تريقة يا عم علاء، مش انت اللي قلت لي ادخل سخن وخليني في الفورمة؟ ما انا بسخن اهو. يا عم باسم، أنا قلت تدخل سخن مش محروق. عارف العربية اللي بتجيب آخر السرعة في أول متر، الموتور بتاعها بيفوت قبل ما توصل لنص الطريق. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ انت عايز نهدي؟ ده رمضان، ده شهر العبادة. طبعا، بس أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي داخل بعزم شديد، بس في نفس الوقت بنفس قصير. اللي بيحمل نفسه فوق طاقتها في أول أسبوع بيجي على يوم 10 رمضان ويجيله فتور، ويلاقي نفسه مش قادر حتى يفتح المصحف، فيرمي الفوطة ويضيع باقي الشهر. تصدق فعلا انا دايما كنت بعمل كده في الجيم، ادوس جامد اول يومين واقعد شهر مش قادر اتحرك. بالظبط، رمضان ده زي الماراثون، مش سباق 100 متر. ابدأ بجدول واقعي تقدر تكمله للآخر. ختمة واحدة بتدبر وخشوع أحسن من 30 ختمة وانت بتجري ورا السطور ومش فاهم ولا كلمة. ركعتين في جوف الليل بقلب حاضر أحسن من السهر طول الليل وانت دماغك مشغولة باللي فاضل من الجدول. يعني امسح الجدول اللي معايا؟ لا، ما تمسحوش، بس هذبه. خليك طموح، بس خليك رحيم بنفسك. ابدأ كده بورد تقدر تلتزم بيه، وزود تدريجيا عشان لما تدخل العشر الأواخر تكون لسه واقف على رجلك وعندك طاقة تطلع أقصى ما عندك. فعلا يا علاء، انا كنت هحمل نفسي جبل وفي الاخر ممكن كنت اقع في نص السكة. الروح محتاجة سياسة يا صاحبي. المهم إنك تخرج من رمضان وإنت مستمر على حاجة، مش تخرج وإنت كاره من كتر التعب. القليل الدائم بيفتح أبواب خير كتير قوي. تمام، هنعيد الحسابات تاني، بس المرة دي بالعقل مش بالاندفاع. تسلم يا مدرب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.